ويفلت العصر والمغرب والعشاء، ما يغسل القات إلا بعد العشاء، يكمل يغسل القات ويرجع يقول مدري مالي ضابح. الظاهر القات مبودر ولا من فوق مقبله مش هو القات. صاحبنا ثلاث الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعد عين حق الفجر، قسما بالله يا من يفلت الصلوات لا يرسل لها الباري سبحانه جندي من جنوده اسمها الضبح، اسمها الضب والضنك. الكلام مش من عندي، من أواخر سورة طه قال تعالى ومن أعرض عن ذكري كمل فإن له معيشة ضنكا. يضوي بعد العشاء عند الملح وهو ضابح، اشتي اقتل نفسي قد انا ضابح وهي تشابحه والناس اللي ينحر ابوه ينحر نفسه مدبر مش بس في الدنيا. ونحشره يوم القيامة اعمى. صاحبنا قليل حياة، يا رب للما خليتني اعمى وانا كنت في الدنيا بين الصدر. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الباري يجاوب عليه قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واحد بواحدة. والله يا من يترك ذكر الله ويترك طريق الاستقامة الباري سبحانه يرسل له إبليس. يقول الباري لإبليس يا إبليس جي جنب ضيقها في جنبه مجبل عك والدي ما يستحقش الجنة أبدا ولا حسنة. إن الباري يرسل له الذي ما يذكرش الله يرسل له إبليس. هي الكلام مش من جايبه من سورة الزخرف. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما معنى قرين؟ يخزنوا جمعة وقت المغرب. أنتوا دارين لما بعض الناس بيتعمل قد حاليات وقت المغرب والعشاء لأن إبليس مخزن جنبه. أول ما يسمع إبليس الأذان حي على الصلاة يقوم إبليس من فوق المتكع حقه ويشخ له بين القد حق صاحبه وإنه بيطعمه بسكر. ما يكملوا يصلوا العشاء إلا وقد بحسين في نفس الساعة الضبعة يخرجون بأي طريقة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اسمع ما عرف علبه وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويندقه. بعد ما يندقه ويحسبون أنهم مهتدون بيحاكي نفسه أنه يدخل الجنة ولو ما صلى ولو ما قل يشرب. والله يا بعض الناس أنه مصدق لعقله أنه يدخل الجنة ولو ما صلى. كسما حول الرجال اللي بيصلوا لا جهنم طوالي ومصدق لعقله إلى يوم القيامة وأنه ذا مودف في جهنم والرجال اللي بيصلوا في الجنة. أبكي يا صاحبي وانت الجوهرة اللي يقولنا يدخلوا جهنم ولا واحد ولا يرجع يقول لنفسه هكذا. الكلام مش من جايبه من أواخر سورة صاد. قال تعالى على ألسنتهم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أنت الجوال بيصلوا اتخذناهم سخريا هل حتى كنا نسخر بهم أم زاغت عنهم الأبصار لا مبصرناهمش إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يا إخوان ما بلا إيمان وعبادة لأن بعض الناس يقول لك الإيمان في القلب نشوف كثرة الصلاة والصيام ماشي ما بلا إيمان وصلاة إيمان وبر والدي إيمان وحصل إلى الجيران إيمان وقراية قرآن. لو الإيمان وحدي ينفع إنه نفع مشركي مكة كانوا معترفين بالله قسما بالله يا مشركي مكة إنهم كانوا معترفين بالله. الكلام مش من عندي. اسمع ما قال الباري عنهم في سورة الزخرف. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إبليس بكله معترف بالله. قال ربي
أنظرني إلى يوم يبعثون، يعترف بأن الله ربه. هل نفعه؟ ما نفعش، ما بلا إيمان وعمل. إيمان وخبيث عنا، صلينا على النبي وآله. هو به اثنين أعداء الاستقامة وطريق الهدى والنور. أقول لكم من هم؟ شيطان الإنس وشيطان الجن. نرح لنا من هؤلاء، هم هؤلاء بيشعبطونا في الحياة كلها. وأنا عاد أبدأ بشيطان الإنس اللي بيشيروا مع الظلمة والخمائن والزنا وقطاعين الصلاة والسلاسل واللي بيعقوا والديهم. أي واحد يصير معاهم الملائكة تشبح بالبلاس من راس جهنم، من علاو جهنم تشبح بلاسه وبرجله وتهوب لا جهنم. ألا ولا الثانية الثالثة والنار ولا جهنم. الكلام مش من عندي، من سورة الرحمن. قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، كمل، والأقدام، للي بيشبحوا برجله يدغدغوا، ما بالله يدغدغوا، ما بالله يدغدغوا، فيرمى إلى جهنم عياذا بالله، فيشوى وجهه في جهنم كما تشوى الدجاجة، فلا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. 70 سنة وهو بيغزول، والباري بشوي وجهه. للمي يا رب تشوي وجهه؟ للمي بتحرق وجهه؟ لأنه صار مع العصاة والمجرمين والظلمة. الكلام مش من جيبي، من آخر صفحة في سورة الأحزاب. قال تعالى: يوم تقلب